السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني جدا جدا، بقالنا فترة كبيرة ما اتجمعناش على اليوتيوب من تاني. النهاردة انا جبت شوية مشتريات كده، وخير اللهم اجعله خير، يعني خير خير ان شاء الله. الاسعار يعني اجركم الله. يعني يا جماعة بصوا الوراك دي كده، انا هوريكم حاجة. الوراك دي الورك بص صغير جدا، يعني مش الورك الكبير اللي يعني يتشاف. 4 وراك 4 وراك دول عاملين 90 جنيه. ماشي، يعني تخيلي كده ان انت ب 100 جنيه كنت مثلا بتقسميها على مرتين، لا انت هتعمليها في وجبه واحده. تمام، يعني 90 جنيه كانوا بيجيبوا لنا حوالي 8 وراك او 7 وراك. تمام، دلوقتي احنا بنجيب 4 وراك وصغيرين صغيرين عصافيري خالص اهو. ماشي، عاملين لك 90 جنيه. تعالي بقى كده، السجق اللي احنا كنا بنجيبه مثلا الكيلو ب120 بقى ب200 جنيه. السجق البلدي من عند الجزار اهو. بصوا اهو. طبعا يا دي انت المره دي مش عامله لنا روتين ولا عامله لنا فيديوهات من اللي كانت بتاعت الجولات بتاعتك وكده، وغبتي عننا ليه يا دينا، والاسئله دي كلها الناس اللي وحشتيني يا دينا وكده. اولا انا ما بحبش اجيب حاجه مستورده. الحاجه المستورده يعني ما بضمنهاش. انا للاسف جبت نص كيلو بس سجق بعد ما كنت بجيب الكيلو و2 كيلو. فالنص كيلو ب100 جنيه، ابشروا ب100 جنيه. دينا غابت ليه بقى عن اليوتيوب واتجهت للتيك توك، عشان خاطر انا بقالي سنه و3 شهور مش عارفه اجمع $100. ليه؟ عشان المشاهدات والتفاعل قل عن القناه، وانا بتعب جدا في فيديوهاتي وكتير قلت كده. طيب ندخل بقى في صلب الموضوع. نص كيلو سجق يا جماعه نص كيلو ب100 جنيه. سجق بلدي سجق بلدي طبيعي. طب انت ما فيش والحياه على قدك بتجيبي ليه؟ وانا هجوع عيالي واجوع نفسي ولا ايه؟ همشي تبع الموجود. البصل ابشره ب18 جنيه و16 جنيه. البصل ده لازم نجيب بصل نظيف، يعني انا مش هجيب خضار بايظ وحاجه مش كويسه عشان خاطر اضر نفسي. دي احنا اللي بنصرفه على معدتنا اكتر من العلاج والاكل. لا فجبت كيلو محترم على قدي، يخلص اجيب تاني. حزمه الخضره اللي كانت ب2 جنيه بقت ب3 جنيه. ماشي، يعني حزمه الخضره دي ماشي، الجنيه الزياده مش مشكله. تعالوا بقى البطاطس اللي هي وجبه كل بيت مصري فقير، الوجبه الاساسيه. البطاطس اللي احنا بنموت فيها ونحبها. البطاطس بقت ب14 جنيه، ب14 جنيه في رمضان. البطاطس اللي الاطفال ما تستغناش عنها واي بيت مصري ما يستغناش عنها. البطاطس النظيفه ب14 جنيه وفي ب12 جنيه. النظيفه. انا ما بحبش اجيب حاجه بصراحه وحشه. انا ما بحبش اجيب حاجه تكون السمات بتاعها مسرطن ولا فيها مواد مسرطنه. بخاف الخضار ده، بخاف منه قوي، والفاكهه بخاف منها جدا. فبحاول على قدر الامكان ان انا اجيب حاجه نظيفه، حاجه داخله المعده يبقى نظيف. تعالوا بقى للقوطه. الطماطم اللي كنا بنجيبها ب3.5 بقت ب10 جنيه، 10 جنيه و8 جنيه. الطماطم اللي البيت المصري ما يخلاش عنها، هي والبطاطس والبصل. بالصلاة على النبي، يعني مش قادرة اوصف لكم. انا نزلت السوق كده، يعني ال300 جنيه اللي كانوا معايا بقيت ازق فيهم. كيلو الرز ابشره ب30 جنيه. الرز البلدي ماشي، اوعي تتخدعوا ويدوكوا رز فلبيني. رز بلدي ب30 جنيه اهو والله. الكيلو ونص عامل 45 جنيه. تخيلي كده ان انت كنت بتجيبي كيلو الرز بتاعك ب12 جنيه و14 جنيه وب10 جنيه كمان، دلوقتي بتجيبيه ب30 جنيه. انا مش عارفه يعني بصراحه ان انا اعمل فيديو زي الاول معاكم. دي كانت يعني بتبقى صعبه. الراجل تقول له هات كيس ابيض عبي فيه الرز، يقول لي مفيش، الاكياس خلصت. خدي شنطه سودا. والله العظيم قال لي كده. وحط كيلو ونص رز زي ما انتم شايفين كده في شنطه سودا. بقيت يعني ماشيه متاذيه من الرز ان هو محطوط في شنطه سودا، متاذيه صعبان عليا. فالحمد لله يا جماعه، والشكر لله والفضل لله. احنا في نعمه، مهما كان احنا في نعمه. بس يعني الاسعار هي اللي تعبى الناس.
النفسيه تعبت من كتر الاسعار. يعني تخيلوا كده، البطاطس اللي احنا كنا نقدر نجيب 3 كيلو منها ب 20 جنيه، لا انت تجيبي كيلو واحد او يعني كيلو ونص وتحمدي ربنا. فانا جايبه 2 كيلو بطاطس 2 كيلو بطاطس ب 28 جنيه يا جماعه. ال 2 كيلو بطاطس دي ب 28 جنيه. عايزه اقول لكم ما تروحيش تجيبي الحاجه الرخيصه، اوعي في الخضار والفاكهه ما تجيبيش حاجه رخيصه، صدقيني هتتعبي جدا 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 جدا، واطفالك هيتعبوا اكتر. فمعلش اضغطي على نفسك في المصاريف شويه، استغني عن حاجات ملهاش لازمه. يعني المناديل استخدمي مثلا حتت نظيفه و يعني تستخدميها للمطبخ، لا استخدمي حته نظيفه او فوط صغيره كده مثلا. ادخري في الصابون شويه كده، يعني في حاجات ابدا من حاجات. فالاسعار النهارده ادتني حاله ارتباك، حاله اكتئاب، حاله كده من اللاوعي. انا صعبان عليا ان ال4 وراك دول ب 90 جنيه. بصوا يا جماعه والله العظيم، بصوا الورك عامل الورك ورك عصفوره. دي الوراك اللي دينا كانت بتجيبها. ده انا كنت بجيب الورك ورك رومي كده. شايفين الورك عامل ازاي؟ 4 وراك نفس الحجم ب 90 جنيه 90 جنيه كنت بجيب بيهم فرخه والله العظيم. بص الورك سلعوه 4 وراك ب 90 جنيه. انا مش عارفه مين السبب في اللي احنا وصلنا له دوا. يعني كلنا الحال ماشي علينا، كلنا هناكل ونشرب وكل حاجه زي ما انتوا بتقولوا. هتقولي لي طب يا دينا ما تجيبيش الحاجه الغاليه. طب انا هعمل ايه؟ انا زيكم، مواطنه زيكم، ما فرقش حاجه عنكم خالص. زيكم، اللي بيمشي عليكم بيمشي عليا. بس بجد كده الاسعار بقت كتير 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 علينا. احنا ستات بيوت بقى الوضع صعب علينا. يعني ربنا يعيننا، ربنا يعيننا ويعني يرحمنا من ارتفاع الاسعار. انت يا دينا عامله الحلقه دي عشان ارتفاع الاسعار؟ لا، انا عامله الحلقه دي عشان انا ما اتوقعش ان رمضان يدخل عليا والعيد يدخل عليا والاسعار كده. بصراحه بقى، بصراحه يعني كتير عليا يعني مهما كان الواحد مثلا مستواه متوسط عالي، يعني الحمد لله رب العالمين والفضل لله، بس برضه لازم يعني ايه احنا نحس ببعض كلنا. يعني في ناس والله العظيم، يعني في ناس ما تمتلكش تجيب الخضار حتى. في ناس الله يعينها وليهم رب العالمين يحاجي عليهم ويبعت لهم رزقهم. في ناس مش قادره تجيب حتى كيلو بطاطس. استودعكم الله يا جماعه، وانا اسفه ان انا رجعت لكم في فيديو بالطريقه دي، بس يعني انا واحده من الناس، واحده من ستات البيوت الكتير اللي بتعاني من ارتفاع الاسعار دي. وكل سنه وانتم طيبين، وعيدكم مبارك ان شاء الله. واستنوني انا دينا راجعه تاني من جديد بالقوه بتاعتها، بالرينج بتاعها، بفيديوهاتها اللي انتوا حبيتوها بيها. واسفه ان انا سبتكم وتخليت عنكم. انا هرجع تاني من جديد. دينا اللي تعرفوها، دينا اللي كانت بتحب اليوتيوب، دينا اللي كانت دايما معاكم اللحظه بلحظه. اللايفات بتاعتنا اللي كنا بنقوم بيها، الجولات بتاعتنا، الروتينات بتاعتنا، انتوا وحشتوني جدا. ربنا يعلم انا ما التجأتش يعني للبرنامج التاني الا علشان انا اتظلمت هنا في الارباح. وشجعوني يا جماعه، حاولوا ان انتوا تاخدوا الحلقه دي مشاركات، حاولوا ان انتوا تشجعوني بالمشاهدات، حاولوا تكتروا اللايكات، كتروا التعليقات، شجعوني ارجع اشتغل تاني، شجعوني ارجع دينا بتاعت اليوتيوب اللي كنتوا بتحبوها زي الاول. السلام عليكم.